مسلسل هيظهر بطعم العالمية، ضخامة المشروع والتركيبة العالمية وتعدد نجومه وسط تساؤلات الجمهور. فعل الجمهور المصري والعربي اشتعل مع بوستر مسلسل الأمير للفنان أحمد عز اللي طرحه سيادة المستشار تركي الشيخ. البوستر التشويقي لمسلسل الأمير بطولة النجم الفنان المصري أحمد عز وسط ظهور حالة من التفاعل والجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لوجود التركيبة العالمية للعمل اللي بيضم مجموعة ونخبة من أبرز نجوم العرب والعالم. وسرعان ما تحول البوستر إلى حديث الساعة بين الجمهور. جمهور السوشيال ميديا وسط انبهار واضح بحجم الإنتاج وتنوع الأبطال المشتركة فيه، وتنوعت تعليقات الجمهور بين الدهشة والإشادة. الفنان المصري أحمد عز اللي بيجتمع مع نجوم عرب وأتراك وأسبان في عمل ضخم ومسلسل الأمير بيجتمعوا في عمل درامي واسع النطاق بيجمع بين الدراما والإثارة والإنتاج العالمي. شاركت النجم الأسباني في دور ألانوسو الفنانة التركية توبا بيوكا. ظهر في البوستر الدعائي للمسلسل عدد من الأسماء البارزة زي الفنانة أمينة خليل والنجمتين التركيتين توبا بيوكا أوسيتو مريم أوزيرلي في توليفة فنية تعكس الطابع العالمي للعمل. وسط تعليقات الجمهور: أحمد عز بتاعنا ده ولا مش هو؟ وكتب آخر: دي أحلام العصر اللي أنا بيتهيألي. علق أحد المتابعين: أحمد عز هو الماستر وبرلين بيدوروا ألانوسو موجود، ده دويتو جامد بصراحة. وكتب آخر: توبا وبرلين واو بجد، في إشارة إلى حالة الانبهار ده بالجمع بين نجوم من مدارس مختلفة فنيا. وقال آخر: مصر وتركي مع أسباني، إيه الجمدان ده؟ فيما وصفه آخر: أحلام اليقظة، أحلام العصاري، في إشارة لغرابة وجراءة الفكرة. كل التعليقات دي النجوم دي بوستر الدعائي لمسلسل الأمير للفنان أحمد عز، إضافة لوجود فنانة النجمة أمينة خليل. واو، ظاهر كده إن إحنا هنشوف مسلسل جامد. أحمد عز وأمينة خليل تركي وأسباني بالفعل يستحق المشاهدة، يستحق حالة الانبهار اللي فيها المتابعين ورواد السوشيال ميديا.